يلا حبايبي بقى، الفرخه الشوت مطلعينها من الفرن بقى سخنه. يا دوبك حطيتها في طبق بقى، شلتها من الصينيه. ايه رايكم بقى؟ تعالوا كده بقى معايا كده، تعالوا ما اقولكم عملتها ازاي. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ احنا هنعمل بقى ايه التتبيله. احنا عملنا التتبيله بتاعت الفراخ. حطينا بقى ضربناها في الكبه، طماطم، بصل، توم، زعتر، بقدونس، خل، سكر، جميع البهارات دي حطيناها على الفرخه المشويه. واحنا عملنا قبل كده التتبيله. وايه، ويلا يا حبايبي كمان نديها كمان ايه الرقبه بتاعتها دي. يلا ما تنسيش يا اختي بقى ايه تحط الكبد والقوانص كمان. نتبلها بقى، نسيبها نحطها في التتبيله دي كده شويه، كده كده اهو. وندخلها بقى الفرن. هنحطها على البوتاجاز شويه تستوى كده. هنسويها على البوتاجاز شويه وايه، وتستوى كده بس ايه 50%. وبعد كده ننزلها تحت الشوايه تحمر من تحت وفوق. ايه رأيكم بقى يا حبايبي في الفرخة المشوية التحفة دي؟ جمال ده، ايه الحلاوة دي؟ يلا بقى اتفضلوا بقى، مين هياخد الطبق الحلو ده؟ الفرخة المشوية الجميلة دي. ايه رأيكم بقى فيها؟ يلا بقى تعملوها جنب محشي، تعملوها جنب اي مكرونة، جنب رز بسمتي، اللي انتوا عايزينه. ما تنسونيش بقى في اللايكات الحلوة بتاعتكم. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.